ما تيجي اقول لك فكره بنعيش فيها ازاي وتعمل ازاي معانا، هي ازاي تتعامل مع الكفيف في البيت. يلا بينا يلا بينا. كنا في فيديو سابق اتعرضنا للتعامل مع الكفيف في الشارع، والنهارده هنكمل في نفس النطاق ولكن في البيت. الامر كله بيتلخص في كلمه واحده، كلمه هناخدها ونجري وراها نفتح بيها افكار، وهي النظام. لابد ان البيت اللي عايش في الكفيف يكون منظم بشكل يسهل عليه التعامل فيه، وما يحصلش من أهله تغيير كبير أو مستمر. ما ينفعش تكون النهاردة المطبقية يمين الجزامة، تاني يوم يصحى يلاقيها شمال الجزامة، هيلبس فيها وهيلبس الدنيا ببعضيها، وهنرجع نسأل ايه اللي جاب المطبقية جنب الجزامة. النظام كمان في حاجته، يعني لو لقيت حاجته ملخبطة اوعى ترتبها، اوعى حافظها ملخبطتها. عارف ان الكتاب التالت من تحت في المتلخبطين هو كتاب النحو التطبيقي لعبد الراجحي، اروع الكتب في شرح النحو البسيط، انصحك تقراه. ونفس الكلام ينطبق على الهدوم وكل شيء، فهو عارف انه القميص الرابع هو الازرق الكراهات، والكوفية التالتة هي البصل. لو كان شايف شوية اوعى تضرب نور في عينه سواء عادي او ليزر، لانه بيكون حاسس لده، خصوصا لو مش شايف التفاصيل. بالله عليك ما تقوله ايه اللي مكتوب على الورقة، لانه مش شايف المكتوب ده لو شايف الورقة. ولا تقوله واخد بالك من الرسمة اللي على الكوباية، طيب شايف حتة الشوكولاتة اللي فوق حتة الجاتوه؟ عزيزي انا ما بقللش من ذكائك، لكن ممكن نكون محتاجين لوعي زيادة، طريقة نتعامل بيها افضل. ولو ما كانش حد قالك فانت جيت هنا عشان اقولك ان الكفيف حواسه التانية شغالة بشكل اعلى، وبعضهم عقله هو اللي مشغل كل جسمه بكفاءة اكبر بكتير من عقول البشر التانيين، وقدراتهم الذهنية خارقة. قدم له الاكل على شكل ساعة، وفي اطباق الوانها مختلفة عن الوان الاكل اختلاف متباين. ما تخافش، مش هينقط عليك. لو ربنا فاتح عليك شوية حاول تجيب له مطبخ يقدر يتعامل معاه، في مطابخ دلوقتي مجهزة. لو ما كانش فحاول تعلمه اساسيات مطبخك اللي تخليه يحمي نفسه ويقدر يساعدها. لو الحمام في حاجة مختلفة يا ريت تقوله عليها من غير ما تحرجه. اخيرا احنا مش ملايكة ولا شياطين، لكن بني ادمين. اتمنى نكون استمتعنا وتعلمنا سوا. ما تنساش تعمل لايك وشير. كنتم مع مصطفى حسين.